أنت عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن ما يحدث في غزة الآن في مجموعة من الأحاديث سنذكر بعضها. اسمع ماذا يقول فيها. عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، يبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله سبحانه وتعالى، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما، أي ينزل الدم من شرايينهم، يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. يقول الله سبحانه وتعالى صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البياض فيخرجون منه نقاء بيضا فيسرحون في الجنة كيف شاءوا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على مقبرة، فقيل له يا رسول الله أي مقبرة هي؟ قال مقبرة في أرض العدو يقال لها عسقلان، يفتتحها ناس من أمتي يبعث الله منها 70,000 شهيد. وعن عطاء الخرساني قال بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أهل المقبرة، رحم الله أهل المقبرة، رحم الله أهل المقبرة. فسئل عن ذلك فقال هي مقبرة تكون في عسقلان، ومدينة عسقلان هي أقرب نقطة لقطاع غزة، وفسروها المفسرين على أنها ما يحدث في غزة. فبشروا أهل غزة بهذه الأحاديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءهم ويتقبلهم، ويرحم أهل غزة ويرفع عنهم ما هم فيه.